التحكم في صوتك من أسرار الكاريزما الصوتية ومن أسرار الشخص الناجح جدا وهو بيتكلم قدام الجمهور. ليه التحكم في الصوت مهم قوي للكاريزما الصوتية؟ لأن الكاريزماتيك سبيكر هو اللي بيقدر يعمل فاريشن في صوته، هو اللي بيقدر يكابتيفيت الجمهور، هو اللي بيقدر يجذب الجمهور لعدد ساعات أكبر إنهم يسمعوا له، ومش بس يسمعوا له، لا كمان ينصتوا إليه. طيب إزاي يكون عندي تحكم في صوتي؟ وإزاي أعمل فاريشن أو فرايتي في الصوت بتاعي؟ لازم تبقى عارف انك تنوع ما بين البيتش وما بين التون. يعني انوع في طبقة الصوت اللي هي البيتش، اعمل طبقات صوت عميقة ومتوسطة وعالية، طبقة صوت القرار والجواب وجواب الجواب. بس انتي قلت لنا قبل كده ان طبقة القرار بترتبط بالخبرة، وهي الطبقة بتاعة الكفاءة، وهي الطبقة بتاعة الاثوريتي والقوة. ليه عايزانا نستخدم الطبقات الوسط او جواب الجواب؟ انت لازم تستخدم كل الرينج بتاع صوتك او كل المدى الصوتي الخاص بيك عشان تبقى كاريزماتيك. لانه لو انا استخدمت طبقه القرار، اوكي، هتديني authority، هتديني credibility، هتديني سلطه، هتديني مصداقيه، هتديني قوه. بس فرضا انا عايز احفز الجمهور، عايز اعمل موبيليزاسيون، عايز اعمل تعبئه للجمهور بتاعي، لازم اكون عندي اتقان للطبقات العاليه. زي مارتن لوثر كينج، هو كان معاه كلمة، كان بيحكي الكلمة بمنتهى السلاسة، وبعد كده بدأ يتحرر من السكريبت اللي معاه، وبدأ يحفز ويحمس الجمهور أكتر